مرحبا بكم مشاهدينا الكرام معنا في عدد آخر من برنامج حصيلة الكان. تأهل منتخب نيجيريا إلى المباراة النهائية لبطولة كأس إفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في ساحل العاج بعد فوزه على منتخب جنوب إفريقيا بركلة الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله يوم أمسنا الأربعاء ضمن دور نصف نهائي أغلى البطولات القارية الإفريقية. منح المدافع ويليام إيكونغ التقدم لمنتخب نيجيريا من علامة الجزاء بعد أن احتسب الحكم المصري أمين محمد عمر إثر عرقلة مهاجم نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمين داخل منطقة العمليات وذلك في الدقيقة 67. وتمكن منتخب جنوب إفريقيا من تعديل الكفة من علامة الجزاء أيضا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة عن طريق لاعبه تيبوه موكيانا. جدير بالذكر أن منتخب البافانا أكمل اللقاء ب10 لاعبين بعد طرد مدافعه كيغانا في الشوط الإضافي الثاني. التحق منتخب كوت ديفوار بمنتخب نيجيريا في النهائي بعد إطاحته بمنتخب الكونغو الديمقراطية بهدف ل0 على ملعب الحسن وترا بمدينة أبيجان. وجاء هدف الفوز الوحيد لمنتخب الفيلا عبر لاعبه سيباستيان هالر في الدقيقة 65 ليحقق بذلك أصحاب الضيافة كبرى مفاجأة البطولة بعدما كان الفريق قاب قوسين أو أدنى من الإقصاء بعد احتلال المركز الثالث في مرحلة المجموعات وتأهله كآخر فريق ضمن أفضل الثوالث ليكمل مشواره بعدها إلى النهائي. وللحديث أكثر عن كأس إفريقيا بالكوت ديفوار سعيد جدا باستضافة الزميل المعلق التونسي أيمن لموشي. أيمن مرحبا بك معنا في برنامج حصيلة الكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخ مولود الزين وتحية ليك، تحية لكل متابعيك في كل مكان. أكيد أتشرف اليوم بأن أكون ضيف معك في برنامجك حصيلة الكان. أنا المعلق الرياضي أيمن اللموشي من تونس. كل التوفيق لك إن شاء الله، وإن شاء الله تكون حلقة مميزة تعجب السادة المشاهدين. إذن أيمن كما شاهدنا يعني بطولة عجيبة، يعني مفاجأة كبيرة، خروج كل تقريبا جل المنتخبات المرشحة لنيل اللقب، آخرها كان المنتخب المغربي الذي خرج أمام جنوب إفريقيا. في نظرك ما هي العوامل التي ساهمت يعني في الفشل الذريع إن صح القول للمنتخبات العربية في كان الكوت ديفوار؟ طبعا يعني نسخة الكوت ديفوار الكان اللي يعني وصل لمرحلته النهائية النهائي مش تلعب يعني بعد غد يعني بين نيجيريا والكوت ديفوار. شاهدنا سقوط المنتخبات العربية كما قلت أنت، يعني كانت مفاجأة. المرة الأولى اللي نلعبوا فيها يعني دور ربع نهائي من دون منتخبات شمال أفريقيا منذ نسخة 2013. خروج الجزائر وتونس من الدور المجموعات، ثم مصر المغرب وموريتانيا من الدور الثمانيني، يعني من الباب الضيق، ما عدا موريتانيا تعتبر إنجاز لهذا المنتخب. أكيد حسب رأيي يعني باختصار كابتن، أرى أنه عامل المناخ والرطوبة ساهموا بشكل كبير. نعرف يعني المسابقات في بلدان جنوب الصحراء دائما صعبة، تحب تحضيرات خاصة، وهذا يعني الحقيقة ما قمناش بتحضيرات على الأقل مباريات ودية في الكوت ديفوار أو في بلدان مشابهة في نفس الظروف المناخية لدولة ساحل العاج. يعني انهيار بدني بشكل كبير، منتخباتنا عانت يعني الحقيقة. كذلك منتخب الوطني التونسي مشاركة سيئة للأمانة. يعني مشكلة مصر وتونس كانت فنية بامتياز يعني في المجمل. أرى أن الجيل الحالي للكرة التونسية والمصرية يعانوا ضعف فني واضح ولم قدموش مستويات قوية. كذلك المغرب مفاجأة يعني رابع العالم حقيقة، لكن المدرب الركراكي حسب رأيي اكتفى بنفس الأسماء اللي يعني شاركت في كأس العالم الأخيرة رغم ابتعاد أغلب اللاعبين على مستواهم المعهود، ويعني فشل في التنشيط الهجومي، ورينا ذلك في مباراة إقصائية أمام جنوب أفريقيا حقيقة. كذلك منتخب الجزائر نفس الشكل، يعني بذلك يعني نضيف لهم كابتن
تطور يعني بلغة الأرقام منتخبات كنا يعني نشوفوها من الصف الثالث والرابع أصبح لها نضج تكتيكي عكس ما كانت سابقا، وكذلك اهتمامهم بمدارس التكوين وتدعيم منتخباتهم الأولى، يعني مثل الكاب فيردي، منتخب الرأس الأخضر، غينيا الاستوائية، أنغولا، يعني موزمبيق. يعني هذه منتخبات يعني أصبحت تفوق علينا الحقيقة. التعامل مع المنافسين ما كانش بالشكل الممتاز. المجمل أن منتخبات شمال أفريقيا يعني لم تتواضع ولم تحترم الخصوم، وكان التفكير دائما في أدوار متقدمة يعني بدون تحضير. وفي نهاية المطاف شوفوا النتيجة. أكيد يعني لازمنا نأخذ درس من عرب آسيا. شفنا الأردن يعني بأسماء حقيقة ما هيش يعني محترفة في فرق كبيرة، قطر يعني والروح والشجاعة، وفازوا على منتخبات كبيرة، بينما نحن يعني فقط قعدنا نعيش على أنقاض الماضي، بينما دورياتنا هزيلة، فسادنا الكروي، ملاعبنا يعني المتردية وإلى غير ذلك. كابتن، إذن كما شاهدنا يوم أمس أيمن، تأهل منتخب نيجيريا، منتخب النسور الذي يسير نحو تحقيق لقبه الرابع في تاريخه. مباراة صعبة أمام منتخب البافانا، ولكن تألق النسور وتألق حارس مرمى منتخب نيجيريا أهل النسور للمباراة النهائية. إذن من ترشح بين المنتخبين، المنتخب النيجيري والمنتخب الإيفواري، خاصة وأن منتخب الإيفواري يعني أكثر حافزا عودة منتخب الكوت ديفوار من الموت إن صح التعبير؟ في نظرك من هو الأقرب حسب المعطيات؟ أكيد نهائي الأحلام يعني بين نيجيريا والكوت ديفوار، حقيقة بين منتخب يعني عاد من القبر بعد يعني هدف الزياش في مرمى زامبيا، أعاد الكوت ديفوار من قبورهم يعني، وتلعب الدراما دورها يعني من مباراة لأخرى. الكوت ديفوار تجد نفسها في النهائي. حقيقة برافو لهذا المنتخب لأقل مدرب، وبقى يعني المدرب المساعد. أكيد يعني منتخب كوت ديفوار منتخب عريق، منتخب كبير، عنده 2 ألقاب يعني، ولاعبين عالميين على مر التاريخ. لم تنصفوا الكرة في نهائيين يعني، جيل ممتاز مع دروغبا وغيرهم. أكيد هذه المرة هل ستلعب الأرض يعني دورها أمام منتخب نيجيري هو الآخر من المنتخبات العملاقة في القارة، يعني مركز ثالث كأكثر منتخبات وصولا إلى النهائي 8 مرات بعد مصر وغانا. طبعا نيجيريا زمان كانت تقدم أداء ممتع على حساب النتيجة، لكن نيجيريا حاليا تقدم النتيجة بدون أداء. رينا مع جنوب أفريقيا حقيقة لم يكن أداء جيد، ولكن مرت نيجيريا بانضباط وبحنكة. طبعا إن شاء الله يكون دور نهائي ممتاز، وأكيد النجمة الرابعة لنيجيريا بعد 80 2013 وكذلك 94، أو الثالثة لمنتخب الإيفواري أكيد أوسيمين، لوكمان، أيوبي في مواجهة هالير، كيسي، فوفانا. إن شاء الله نستمتع كابتن بالكرة. شكرا لك الزميل أيمن لموشي الإعلامي والمعلق التونسي على كل هذه المعطيات. إذن مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حصيلة الكان. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.